بيزوس صاحب شركة أمازون، ودي أكبر شركة يعتبر في العالم، بيقول لك ما تشتريش. إيلون ماسك بتاع شركة تسلا وبتاع تويتر بيقول لك اشتري. طب نعمل إيه؟ أهلا بكم في كلام وسيم، ويا رب تكونوا بخير وسلام. في الحقيقة في تغيرات جوهرية عمالة تحصل في الاقتصاد الأمريكي، وفي كذا مؤشر بيقول ان احنا فعلا داخلين على أزمة اقتصادية وداخلين على ريسيشن. 16 نوفمبر 2022 بيزوس صاحب شركة أمازون عمل لقاء مع CNN، وكان لقاء مشهور جدا، والراجل ده قال فيه كلمتين مهمين قوي قوي. قال انصح الناس ان هم يهولد اوف، يعني كده ما يتسرعوش في ان هم يطلعوا الكاش بتاعهم ويشتروا حاجة، لدرجة انه وصل للليفل بتاع قال لك لو عايز تشتري تلفزيون جديد بلاش تشتريه دلوقتي. قال لك لو عايز تشتري عربية جديدة بلاش تشتريها دلوقتي. بعدها بشهر يعني دلوقتي احنا في يناير، بعدها بشهرين حصل حاجة غريبة جدا. الراجل ده يعني هو عبقري بس مجنون. إيلون ماسك صاحب شركة تسلا، وهو عملاق الاي في او الالكتريك، عربيات الالكتريك، رخص ثمن العربيات عنده، بالرغم ان الحكومة الامريكية قالت من 1/1/23 هيبقى في كريدت للي بيشتري عربية كهرباء متصنعة في امريكا، هيبقى ليهم كريدت $7,500. فلما الحكومة تدي كريدت المفروض المصنع يبتدي يثبت السعر، واحيانا بيعليه. لكن النهاردة إيلون ماسك نقص السعر بتاع واحدة من أكتر انتشار العربية، انتشار معظم العربيات، بس مثلا واحدة زي الواي، التسلا واي دي كانت دي عربية عائلية، وكان الناس بتحجزها بتقعد بال6 وال8 شهور تستناها. النهاردة العربية متوفرة موجودة، كانت قبل شهر 11 كانت بتتباع $65,000، دي البيزك اللي هي مفيهاش حاجة. النهاردة بتتباع $52,000. تالت حاجة بقى بتحصل اليومين دول ان اسعار البيوت في امريكا والريل استيت ماركت ابتدى يضرب. كان في كده ضراب خفيف في اخر السنة دي او في الشتاء من ساعة ما ابتدينا مثلا في شهر نوفمبر ديسمبر، ولكن النهاردة الاسعار ابتدت تنزل دراستيكلي، يعني فعلا ابتدت تنزل بحوالي 15-20%. اللي مش عارف، كان في امريكا هنا كان في 2020 21 22 كان الماركت مخيف، يعني كان سيلر ماركت، بيسموه سيلر ماركت، ان الناس اللي بتبيع بتحط رجل على رجل وتبيع. ليه؟ لان المعروض كان قليل قوي والطلب كان كتير قوي. فلما الطلب كان كتير كان اللي يجي يبيع حاجة يحط مثلا حاجة ب100,000 مثلا، فيلاقي 20 واحد بيشتروا. ال20 واحد دول بيعملوا زي مزايدة، يعملوا بيدنج، فاللي بدل ما يبيعوا ب100 يبيعوا مثلا ب130 140 150 وهكذا. فكانت بتبيع مثلا بحوالي 20% اوفر برايس. النهارده السيتويشن اتغير، الماركت بقى فيري ستيبل، وبقى نقصت الاسعار الجنان دي، نزلت لاكتر من 15-20%. كل المؤشرات دي بتقول لنا ان احنا نهدى شويه في اي حاجه دلوقتي، قرارات شراء، قرارات تغيير، اغير عربيه، اغير شقه، اغير مش عارف ايه. الحاجات دي كلها ممكن نعمل عليها هولد اوف، لان مش عارفين الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها. ان شاء الله تبقى ايام تعدي، وربنا زي ما عدى بينا ايام اصعب من دي هيعدي بينا الايام دي تاني. ربنا معاكم، وان شاء الله اشوفكم على خير.